ما قاله نيمار جونيور عن لامين يامال أثار دهشة الجميع وفتح الباب أمام حديث عميق عن فريقه السابق. قال نيمار: لامين يامال ذكرني بمن كنت ومع من لعبت. شاهدت المباراة من المدرجات، وعندما رأيت احتفاليته شعرت بالسعادة والحزن معا. إنه يسير على خطى ميسي ونيمار السابقين، وأشعر بالفخر لأن لاعبا شابا مثله يعتبرني قدوته. كنت أتطلع لرؤيته يسجل ويحتفل. وأضاف نيمار: تحدثت مع لامين خلال حفل جوائز جلوب سوكر، وأدهشني حبه الكبير لبرشلونة ورغبته في أن يصبح مثلي. قلت له إنه إذا استمر في برشلونة فسيتجاوزني ويصبح أفضل مني. حزنت لأن أحلامي باللعب للأبد في برشلونة تبخرت بسبب عقليتي وأخطائي. تصريحات نيمار أكدت عظمة موهبة لامين يامال الذي يسير بثقة نحو مستقبل مشرق. برأيكم، هل يملك يامال المؤهلات ليصبح أسطورة برشلونة القادمة ويتفوق على نيمار وربما يصل إلى المجد الذي حققه ميسي؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك لمتابعة المزيد من المحتوى المميز.